بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي ساداتي، وقائع عربيه محمد المنسي قنديل عبد الله بن عامر حاكم قرطبه. اسمع يا سيدي الحكايه دي. ارسل الخليفه المنصور بن عامر صاحب قرطبه رساله قويه اللهجه الى حاكم جراسيا كنت قشطالة بالاندلس، يطالب به انه يرد له ابنه اللي التجأ اليه. وفي الحقيقه حياه ابن عامر نفسها كانت حرب متصله طول عمره، لم ينقصها غير ان هو يقتل ابنه في الاخر. بدأ عبد الله بن عامر كاتب على باب القصر في قرطبة. كان في ذلك الزمن في الأندلس الأمويين فقط هم الذين يرثون الثروة والسلطة، وهو كان من اليمن. كان بالمصادفة والمصادفة فقط جعلت محظية الخليفة الأول وأم ولي العهد المتحكمة في أمور القصر كلها، وكانت سيدة جميلة كانت اسمها صبح. كان فراس صبح دوت هو الدرجة الأولى لصعوده إلى السلطة. كان الخليفة عجوز وولي العهد كان صغير إن هو يقدر يعترض على شيء زي دوت، وهو كان فتى وكان يعني رشيق العبارات زي ما بيقولوا. استطاع بطموحه الذي لا يقهر ان ينفرد بالسلطه، ونادى نفسه بخليفه للمؤمنين، وفعلا دعوا له على المنابر ولقب بالملك المنصور. وظل منصورا فعلا تقريبا في كل معركه. لكن الخيانه جات له من بيته، من اسرته. ابنه الاكبر كان عنده ولدين، الولد الكبير كان مندفع والصغير كان راجح العقل وهادي، فادى شال خلاء الولايه من الكبير اداها للصغير. فطبعا الكبير نقدر نقول الغيره والطمع خلته تحالف مع ملوك الطوائف ضد والده. لكن كان عبد الله بن عامر كان عنده بصاصين وعيون، وفعلا هجم عليهم قبل ما يهجموا عليه، وقتل ملك الطائفه ده واسر ابنه حطه في السجن. ابنه قدر يهرب من السجن، والمره دي راح للاسبان، راح لحاكم جراتسيا قسطالة، وطلب منه ان هو يحاربوا لابوه. وفعلا هم الاسبان كانوا عايزين يحاربوا ابن عامر، كانوا عايزين يسقطوه. لكن ابن عامر ضرب قشطالة بالمجانيق لدرجه ان حاكم جراتسيا نفسه جاله وسلمه ابنه. تخيل انت ان هو ما سابش حد، حتى صبح امر الجلاد انه ينفذ حكمه في الصباح الباكر دون ان ينتظره. وعلق الرأس فوق أسوار مسجدها الكبير اللي موجود في قرطبة، حتى يعرف الناس ان المنصور لا يرحم ولا ابن ولا زوجة ولا اي حد. دمتم في امان الله، ودي حكاية من وقائع عربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.